في بداية العلاقة بالتحديد قبل ما تدخل في علاقة مع شخص آخر، إذا كانت علاقة عاطفية خطوبة جواز، يعني على حسب اختيارك في مجموعة من الأسئلة ممكن تسألها للشخص الآخر علشان تتأكد فعلا من صدق مشاعره اتجاهك. مهم جدا تسأله وضروري، لأن هتوضح كتير من الأشياء بخصوص الشخص، وهتوضح كتير من الأشياء بخصوص العلاقة بشكل عام. هتستمر فيها وتنجح، ولا هتضيع وقتك وتضيعك؟ في الفيديو هقولك على مجموعة من الأسئلة. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اول سؤال عايزك تسأله للشخص الاخر: ايه هي نوع العلاقة اللي بيدور عليها بالظبط؟ بصراحة السؤال محرج لكن مهم جدا. من المهم انك تعرف نوع العلاقة اللي عايزها معاك الشخص الاخر. هل هي علاقة عاطفية، علاقة خطوبة، علاقة جواز، علاقة اصدقاء؟ عايز ايه منك بالظبط؟ طبعا هيقولك انا معجب بيك وعايزك. وهنا تبدأ بالسؤال التاني: اشمعنى بتدور على علاقة عاطفية؟ بمجرد ما شافك حس انه بيحبك انت، ولا انه بيعاني من الوحدة وعايز يدخل في علاقة لانه وصل لسن معين وعايز يتجوز ويستقر؟ يعني اشمعنى بيدور على علاقة حب؟ اشمعنى عايز يرتبط؟ اسأله السؤال ده. اسأل سؤال مهم جدا: ايه هو سبب فشل العلاقات سابقا؟ وكام عدد العلاقات؟ هيقولك بشكل محدد ايه هو سبب الفشل. يعني انتبه وركز جدا في الإجابة. هيقولك لم نفهم بعض، وكان بيتعامل معايا بأسلوب سيء جدا. فلازم تعرف أغلب الأشخاص في الإجابة وعن السؤال أنفسهم إلى ضحية. يعني هم ضحية، يعني هم عايزين استمرار العلاقة والشخص الآخر لم يقدر ده. وإذا قالك على السؤال بفكرة إنه قضاء وقدر ونصيب، المهم لم يذكر الطرف الآخر بسوء، فاعلم إنه بصراحة شخص جيد جدا. من الأسئلة المهمة جدا: ما هي نوع العلاقة المثالية بالنسبة لك؟ من المهم إنك تفتح ودنك وتسمع جيد عن الإجابة من الشخص. هيقولك على الحاجات اللي عايزها منك. اسأله سؤال آخر: اشمعنى اختارك انت بالظبط؟ هل اختارك بشكل عشوائي؟ اشمعنى انت بالظبط؟ هل شافك انك جميل وشكلك رائع؟ هل تم اختيارك لانك شخصيتك مميزة بالنسبة له؟ المهم انك تسأله ليه اختارك، لانه هيوضح لك كتير من الاشياء والغموض. من الأسئلة المهمة جدا: إيه هي علاقتك بأهلك؟ يعني علاقة الشخص بوالده ووالدته، لأنه هيوضح ليك الكثير عن الشخص نفسه، لأنه هيوضح ليك الكثير هل الشخص سليم نفسيا أم يعاني من مشاكل كتير. هل علاقته؟ من الأسئلة المهمة جدا قبل ما تدخل في علاقة مع أي شخص، فلازم إنك تسأله: هل لي صديق قريب جدا من الجنس الآخر؟ يعني إذا كانت بنت ليها صديق من الشباب، وإذا كان شاب هل ليه صديقة من البنات؟ لأنه الموضوع ده بيصدم أغلب الأشخاص، فتلاقي نفسك دخلت في علاقة مع شخص وبعد كده تتفاجئ لأنه ليه صديق من الجنس الآخر، ومفيش حد بيتحمل ده، فبتضطر تنهي العلاقة. ولو استمرت هتمر كتير من المشاكل. اسأله أيضا: إيه هي أكتر حاجة تزعجك في علاقتك بشريك حياتك؟ وإيه هي الحاجات اللي تسبب لك إزعاج؟ بعض الأشخاص تكون مصدوم جدا من إجابتهم،
لأن بعض الأشخاص يقولوا إن الاهتمام يزعجهم جدا إنك تتصل بيهم، إنك تطمن عليهم في كل وقت وفي كل حين. يزعجهم جدا التواصل المستمر معاك، يزعجهم جدا حبك المفرط ليهم. حاول إنك تسأله بيقضي فين وقت فراغه، يعني مع أصدقائه بيخرج كتير أو بيروح أماكن مشبوهة أو بيمارس هواية معينة. وقت ما يكون فاضي لازما تعرف ولازما تعرفي بيروح فين بالظبط. من الأسئلة الجميلة جدا اسأله امتى حسيت بالظبط انه عايز يكمل حياته معاك. يعني تحاول تلعب على بعض الأوتار الحساسة، تحاول انك تربكه علشان يجاوبك إجابة صريحة. حسيت انه بيحبك وازاي عرف. حاول انك تخليه يعبر عن مشاعره، لانك طبعا انت محتاج انه يعبر لك عن مشاعره. انت مش مرتبط بحجر، ما تخليهوش يقول لك اي كلام من اي نوع. من الاسئلة الجيدة جدا اسأله ايه هي طموحك، نفسك تحقق ايه في حياتك. بصراحة السؤال ده هيوضح ليك هل انت على نفس المسار معاه، عايز يشتغل في وظيفة معينة، عايز يسافر في بلاد أخرى يناسبك، تسيب دراستك أو شغلك وأهلك وتروح معاه، نعم أم لا؟ هل يناسبك تفضل معاه وتدعمه، نعم أم لا؟ حاول تشوف طموحه وحياته أنت موافق عليها، نعم أم لا؟ آخر سؤال، إيه هي الخطوة التانية أكننا مرتبطين؟ إيه هي الخطوة التانية؟ هيقول لك الشخص الآخر الخطوبة، الجواز، أي إن كان. طبعا عندما يقول لك الخطوة التانية اسأل إمتى يعني الخطوة دي. طبعا أنت بتعتقد بهذا السؤال إنك متسرع بعلاقتك، ولكن صدقني أنت بهذا الأسئلة بتحاول توضح ملامح العلاقة من البداية، وتظهر للشخص الآخر إنك واعي جدا، وإنك جاد جدا، وإنك ما عندكش وقت للتلاعب. لا إما تدخل في علاقة جد معاه، لا إما بلاش تدخلها إطلاقا. اكتب لي في التعليقات في أسفل الفيديو إيه أكتر سؤال شد انتباهك. وإذا كنت أول مرة تشوفني، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في الفيديو القادم.